الناس كلها والبرامج اتكلمت على انتقال سيف فاروق جعفر من نادي الزمالك الى نادي بيراميدز، وحكايه بقى الكابتن فاروق جعفر وغضبه من ابنه ان هو هينتقل من نادي الزمالك ويروح اي نادي تاني، وانه مش متخيل ان سيف فاروق هيروح وهيلعب في نادي غير نادي الزمالك. بس في الحقيقه لو جيت تبص هتلاقي مصلحه سيف فاروق جعفر انه يلعب في اي نادي تاني غير نادي الزمالك في الوقت الحالي، لان نادي الزمالك بيمر بوقت وبيمر بحاله صعبه جدا، ان لازم اللاعب اللي يلعب فيه لازم يكون لعيب كبير ولاعيب يلعب تحت ضغط وتحت مسؤوليه. وبالنسبه لفاروق جعفر ان هو مش هو اللاعب اللي هو يقدر يشيل مسؤولية 100% خبرة علشان يرفع النادي زي أحمد زيزو، زي مصطفى شلبي ذات خبرة، زي لعيبة كبيرة اللي هي بدأت تشيل النادي، زي دونجا اللي فضلنا مستحملينه واللي فضل النادي مستحمله اكتر من مباراة واكتر من شهر، بحيث ان هو بقى هيزيد خبرة وان النادي هياخد لعيبة وهيجيب لعيبة تزود اللعيبة اللي موجودة. طلع الكابتن فاروق جعفر وقال انا ماليش تأثير على سيف، وان هو قاعد مع والدته وانا بعيد عن سيف الفترة دي، وسيف انتقل لنادي بيراميدز او هينتقل من نادي الزمالك لنادي تاني بناء مش على رغبتي، على رغبته هو فقط ورغبة والدته، وان هو شايف ان بيراميدز مقدم له عرض قوي، وان مفيش مفاوضات كبيرة في نادي الزمالك. من وجهة نظر الشخصية ان هي دقة لا قيمة لها على الاطلاق. سيف فاروق جعفر مش هو اللاعب المؤثر في نادي الزمالك، مش هو اللاعب العنصر الاساسي، مش هو اللاعب اللي هيفيد نادي الزمالك في الايام اللي جايه. فمن مصلحه سيف فاروق جعفر انه يبعد عن نادي الزمالك، فاللاعب بيبص لمصلحته. هل لو سيف فاروق جعفر قعد في نادي الزمالك الفتره القادمه هيبقى عنصر اساسي في التشكيل زي دونجا وزي زيزو وزي لعيبه كتير؟ لا طبعا. هل نادي الزمالك هيصبر عليه لو هو مش في مستواه؟ لا طبعا. هل لو هو لعب بصفة أساسية هيبقى أحسن من إنه هو ينتقل لنادي بيراميدز؟ لا طبعا، لأن بيراميدز هيلعب في دوري أبطال أفريقيا والزمالك هيلعب في الكونفدرالية، وأي لاعب مصري طموحه إن هو يلعب في أفريقيا. فلما نيجي نبص نلاقي اختيار سيف فاروق جعفر ان هو ينتقل من نادي الزمالك لنادي بيراميدز فهو انتقال صحيح 100% لمصلحه اللاعب. طيب حوار بقى الكابتن فاروق جعفر وانه طالع ويقول ده سيف انا زعلان وانا سيف، ازعل. لازم الكابتن فاروق جعفر يطلع ويقول انا زعلان من انتقال سيف لنادي اخر وانه هيسيب نادي الزمالك علشان يبقى فيها رجعه. يعني حاليا واللي عمل سيف الكابتن فاروق جعفر، الكابتن فاروق جعفر هو اللي وقف جنبه، ويعني لو فضل بعد ربنا هو فضل الكابتن فاروق جعفر على ابنه ان هو يطلع من الناشئين ويلعب في الفريق الاول. فمن الاخر كده علشان نقفل الموضوع ونقفل الصفحة، وانا سبت كل الناس اتكلمت وكل واحد قال وجهة نظره، بس كل ده حوار معمول وكل ده سيناريو وفيلم. لو سيف فاروق جعفر اتصل بوالده وقال له انا هروح نادي بيراميدز ومقدمين لي واحد اتنين تلاته، هيقول له روح، بس في الاعلام شكل تاني. ليه بقى هيقول له روح؟ لان عندك سيف فاروق جعفر ما بيلعبش في الزمالك بصفه اساسيه، مش هو العنصر الاساسي، ولو الزمالك حب يجيب صفقات هيجيب صفقات قويه اقوى من سيف. فلما سيف يروح بيراميدز ويستفاد بالفلوس والمبلغ المادي اللي متقدم له هيبقى في مصلحه اللاعب. طب لو هنقارن بين الزمالك وشعبيته وجمهوره، هل سيف هيوفق الفترة القادمة مع نادي الزمالك؟ مش مضمونة. مضمون ان هو يبقى عنصر اساسي في الفريق؟ برضه مش مضمون. انما في بيراميدز هيبقى الضغط عليه خفيف، هيستفاد بالمبلغ المالي، هي كلمة من هنا على كلمة من هنا، زق الولا هوب طخ، هيلعب ماتش والتاني وهتبقى فرصته احسن. فيا جماعة نقفل صفحة سيف فاروق جعفر والكابتن فاروق جعفر انه غاضب على ان اللاعب يروح نادي بيراميدز وانه يسيب نادي الزمالك. كل ده اشاعات وروايات وحكايات. لو سيف فاروق جعفر رجع به الوقت واتصل بوالده وقال له هسيب نادي الزمالك، هيقول له اتفضل استفيد بالمبلغ المالي واستفيد بفرصة كبيرة انك تلعب اساسي. سلام عليكم.